تحضير بسكوي سابلي بالنكهه ديال الليمون، غادي نزينوه بالشكلاط وباللوز على شكل رقائق. بالنسبه للمقادير عندنا الدقيق، الزبده اللي كتكون في درجه حراره المطبخ، سكر كلاص اولا سكر ثقيل، القشره ديال البرتقال، كاين عندنا العصير ديال البرتقال حتى هو، الملحه، الصفار ديال البيض. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجوا لرقائق اللوز وعندنا الشكلاط الاسود مذوب. ومن بعد غادي نتكلموا هنايا عندنا الناباج مع شويه الجلوكوز كنستعملوه باش كنلصقوا الحلوى اولا لي بسكوي مع بعضهم. فغادي نتكلموا على هذه الفكره وباش شنو هما الاشياء اللي يمكن لينا نستعملوا عوضهم. غادي نبداو التحضير. بعد ما جمعنا العجينه تنخليوها ترتاح شي شويه، من الاحسن في الثلاجه لانه فيها الزبده كتكون طريه باش يلاه نقدروا نخدموها بسهوله. تنطلقوها رقيقه على السمك ديال تقريبا 1-2 ملم، ومن بعد تنقطعوها بالقطعه اللي كتكون مشنفه سنينات وكنزلوها في اللاطه. غادي ندخلوها للفران تسخن على درجه حراره 170 حتى 180، كنحسبوا لها ما بين 10 حتى 12 دقيقه كطيب وتبدا تاخذ واحد اللون مذهب ونخرجوها. بعد ما طابوا لي بسكويت تنخليهم حتى كيبردوا تماما عاد باش كنزولوهم من اللاطه. تندوزوهم في واحد الخليط ديال الناباج اللي مخلط هو بالجلوكوز. بالنسبه للناباج كيمكن لينا نستعملوه غير بوحدو، ولكن الناس اللي غادي يبغيو يحتفظوا بهذه الحلوى واحد المده اللي هي اطول باش ما يمشي لكمش هاد العناصر ديال التزيين، باش ما تفرتتش داك اللوز يحيد من الوجه ديال الحلوى، كنديروا داك الجلوكوز كيخلي داك الناباج يولي داير بحال اللصقه بحال الكولا، ما تتبقاش تحيد الحاجه الا نزلتو عليه ما كتبقاش تحيد. الا ما كانش كتستعملوا غير الناباج اولا كتستعملوا المربى وكتزينوا به. بعد ما كنزوقوا الوجه باللوز مع الناباج اللي مخلط مع الجلوكوز تنلصقوا 2 ديال البسكويات بالشكلاط دايب وكنوليو نغطسوا نص ديال البسكوي وسط من الشوكولا وتنزلوه فوق من الورق ديال السلفوريزي حتى كيجمد داك الشكلاط صافي، وكنوليو كنستفوهم بحال هكذا. غادي نشوفوا في هذه الحلقه حلوه هي عباره عن حلوه معمره بالتمر، كتجي هائله. كنديروها بالتمر كنزينوها باللوز، المنظر ديالها جميل بزاف. كنتمنى انكم تتبعوا معايا كل المراحل ديال التحضير وكذلك تصنتوا النصائح باش يلاه تجيكم تماما كيف ما غادي تشوفوها في النهايه ديال الحلقه. فغادي نحتاجوا لها 2 ديال الحوايج، المقادير ديال العجينه والمقادير ديال العماره. المقادير ديال العجينه متكونين من الدقيق، الزبده، عندنا السكر كلاص، هنايا شويه ديال السكر الفاني، الملحه والماء ديال الزهر. هادو المقادير باش غادي نخلطوا العجينه. بالنسبه للمقادير ديال العماره كاين عندنا العجينه ديال التمر غادي نخلطوها
مع شويه الزبده، الجلجلان مقلي محمر، القرفه، كاين شويه ديال السكر تاع الفاني، الزهر، وهذا الناباج للتزيين. اما بالنسبه لرقائق اللوز فحتى هما غادي نستعملوهم للتزيين بالاضافه للبياض ديال البيض اللي غادي نوظفوه باش غادي ندهنوا العجينه. نثبتوا عليها رقائق اللوز باش ما يطيروش شي ملي تكون كطيب اولا ملي كنكونوا كنقطعوا في الحلوه. غادي نبداو بخلط المقادير اولا المكونات ديال العجين، غادي تتابعوا معايا وتشوفوا الطريقه. نكوروهم، من بعد غادي نفرقوهم على 2 كويرات، غادي نطلقوهم على شكل مربعات، غادي نعملوهم باش يبردوا في الثلاجه، ومن بعد ندوزو باش نوجدوا العماره ديال التمر. طلقنا العجينه، درناها هكذا على شكل ورقه. بعد ما خلطنا العماره ديال التمر حتى هي طلقناها ما بين 2 الورقات ديال الورق المشمع، جينا نزلنا طبقه ديال العجين، عمرناها بالعجينه ديال التمر وغطيناها بطبقه اخرى ديال العجين. كنثبتوها مزيان وتنعملوها في الثلاجه على اساس انه العجينه محضره بالزبده فكتلصق بزاف. كنخليوها في الثلاجه حتى كتبرد. ملي كتبرد كنخرجوها، تندهنوا ليها الوجه ديالها بالبياض ديال البيض، وكنثبتوا عليه رقائق اللوز، اولا يمكن لكم ديروا جلجلان اولا ديروا اللوز مهرمش حسب اللي متوفر عندكم في البيت. كتطليو تتلصقوا عليها عاود داك اللوز وكترجعوها للثلاجه باش كتعاود تبرد مره اخرى، باش ملي تكونوا تقطعوا داك اللوز ما يتحفرش وسط منها على حسب السخونه حتى ديال اليد كيمكن لها يعني تفسد الشكل ديالها. كنقطعوها على شكل مستطيلات بحال هكا اولا على شكل مربعات بحسب اللي بغيتيو. غادي ندخلوها للفران طيب، ملي طيب وتحمر غادي نكملوا التزيين ديالها ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هذه الحلوه هذه صابلي معمره بالتمر. الحلوه ديال الصابلي بعد ما كطيب
كنخرجوها من الفران كنخليوها حتى كتبرد تماما عاد باش كناخذوها وكنزينوها بالناباج. كنغطسوها في الناباج اولا في لا كونفيتور ديال المشماش اللي كنطلقوا بشي شويه ديال الماء كنسخنوها وكنصفيوها وكنستعملوها عوض الناباج. الطريقه ديال التحضير غريبه. غنحضروها باللوز كامل بالقشور ديالو مع الجوز الهند اولا الكوكو كيف ما كنقولوا ليه. فكنحتاجوا كيف ما قلت اللوز كيكون هكذا بالقشور ديالو، غادي ندوزوه في الطحانه مع السكر ومع الكوكو حتى كيتنيلوا كاملين. من بعد غادي نوليو نخلطوهم بالمربى ديال المشماش، البيض، الخميره ديال الحلوه، الملحه والزيت، زيت نباتي. غادي تشوفوا معايا انه الطريقه ديال التحضير بسيطه ولكن الوصفه كتجي جميله بزاف وكتجي لذيذه. طحنا اللوز هو والكوك مع السكر حتى تنيلوا مزيان، ومن بعد خديناهم وزدنا عليهم المربى اولا الكونفيتور، البيض، الزيت، الخميره مع شويه ديال الملحه. كنخليهم تيشربوا شويه. كناخذوا الماء ديال الزهر نفرغوه في شي زلافه ولا في شي طبسيل غارق. صافي كنسبقوا يدينا مزيان بماء الزهر ونكوروا. هنايا بعد ما استفنا الحلوه في اللاطا، غير اللي مهم اننا نبعدوا بعضيات الحلوه لانه درنا معها الخميره ديال الحلوه فكتشتت وكتحل باش يلاه كتلقى البلاصه فين غادي توسع. غادي ندخلها للفران نخليها حتى طيب ونخرجوها. السلام عليكم. غادي نشوفوا في هذه الحلقه الطريقه ديال التحضير دي بسكويت سابلي على شكل دي شوسون. غنعمروهم بلا كونفيتور. غادي تشوفوا معايا ان هذه العجينه يمكن لينا ناخذوها كعجينه اساسيه نحضروا منها اشكال مختلفه تاع دوازاتاي اولا تاع لي بتي فور. غادي نحتاجوا الدقيق، كاين عندنا سكر كلاص اولا سكر بودره، كناخذوا منه واحد الكميه ديال 3 المعالق كبار. الزبده طريه كتكون على درجه حراره المطبخ لينه، الياغورت، السكر فاني والملحه. بالنسبه للطريقه ديال التحضير بسيطه بزاف. فاحنا كناخذوا الدقيق تنضيفوا عليه سكر فاني، سكر كلاص اولا سكر سقيط، الزبده حتى كيترمل، ومن بعد غادي نعجنوه بالياغورت. وبطبيعه الحال ما كنساوش الملحه باش كنلذذوا العجينه ديال الحلوه. هنايا خلطنا كيف ما شفتيو معايا الدقيق مع السكر بودره، خلطنا كذلك السكر فاني الملحه ودرنا لهم الزبده حتى كيوليو بحال هكذا. بعد ما جمعنا العجينه بالياغورت كنحصلوا على عجينه رطبه ملمسه بزاف. غير من الشكل ديالها ومن الملمس ديالها
كتبان لينا انها غادي تجي فوندونت، يعني كتجي كتذوب هكا في الفم. غادي ناخذها، غادي نقسمها على زوج، ومن بعد غادي نخليها ترتاح شي شويه باش يلاه تقبض في راسها قبل ما غادي نطلقوها على شكل ورقه اللي كتكون رقيقه. السمك ديالها تقريبا 1-2 ملم، وغادي نبداو نشكلوا في داك لي شوسون اولا في داك الهلاليات اللي غادي نعمروا بالمربى. ومن بعد الا بقى لنا الوقت غادي نشوفوا شكل اخر غادي نعمروه بالتمر وبالكاوكاو. هنا بعد ما قطعنا العجينه على شكل دوائر، عمرناها بالكونفيتور. ما تنكثروش بزاف، كنختاروا المربى بحسب اللي متوفر عندنا في الدار. ملي كنعملوا داك المربى كنوليو نطويوها على جوج وكنثبتوها بالراس ديال الفرشيط صافي، وكنخليوها بحال هكذا. غادي ندخلوها باش طيب. غادي نشوفوا دابا الشكل الثاني. الا بغينا نديروا اصابع معمره دائما من نفس العجينه، لان كيف ما قلت لكم كتجي ممتازه. غادي نحتاج العجينه ديال التمر، وكذلك كاوكاو، اولا كيمكن لكم ديروا اللوز ولا جوجان ولا كركاع. كاوكاو كيجي المذاق ديالو لذيذ مع هاد العجينه ديال التمر. غادي نهرمش كاوكاو مقلي ومفرك. انا طحنت هنايا الكاوكاو كيجي بحال هكذا، ماشي طروفه كبار وانما تيكونوا شي شويه منيلين. غادي نخلطوهم بالعجينه ديال التمر. العجينه ديال التمر من سماها القرفه، القرنفل والماء ديال الزهر، كيجي المذاق ديالها رائع مع هاد الحلوه هادي. غادي ندلكها مزيان وغادي نحرب لها على شكل عصيات صافي، وغادي نشكل بها الحلوه. هنا شفتوا معايا الشكل الاول. بالنسبه للشكل الثاني حرب لنا عصيات كيف ما قلت لكم. العجينه ديال التمر تنزلوها فوق من العجينه اللي كنكونوا طلقنا دائما على شكل ورقه، تنلفوا تنقطعوا وكنعاودوا نحربلوا داك العصيه اللي معمره بالتمر باش يلاه العجينه ديال الدقيق تلصق على العجينه ديال التمر. وكنبداو كنقرطوا بالحساب اللي كيناسبنا. سخنا الفران غادي ندخلوا الحلوه حتى كتشمع كطيب. ما كنخليوهاش تحمر بزاف لاننا كنعاودوا ندوزوها في السكر ثقيل، كتشمع كتولي هكا اللون ديالها بيض فايت شويه غادي للصفر صافي. وكنخرجوها وكندوزوها كنغبروها بالسكر الثقيل. هنا لي شوسون اللي عمرنا بلا كونفيتور بعد ما خرجوا من الفران كنغبروهم بالسكر الثقيل. وبالنسبه لهاد الصبيعات اللي درنا مقرطين معمرين بالتمر وبالكاوكاو حتى هما ملي تيخرجوا تنغبروهم بالسكر الثقيل، ولا كيمكن لكم تخليوهم بحال هكذاك. كنقدموهم بالف صحه وعافيه. نلقاو في حلقه اخرى وصفات جديده. الى اللقاء.
غادي نشوفوا طريقه تحضير الغريبه ديال اللوز. غادي نوجدوها نسمه بالطيبه ديال اللحامض. كنحتاجوا اللوز بطبيعه الحال، كناخذوا اللوز كنديروه في المغليان، كنفركوه، وكنحتاجوا اننا نطحنوه يكون هكذاك طري باش يلاه كيجينا معلك ملي كنخلطوه مع السكر. كاين عندنا اللوز، سكر سنيده، القشره ديال الحامض بزيت، خميره الحلوه، الملحه بطبيعه الحال، البيض، الدقيق والسكر ديال السقيل. غادي تشوفوا معايا الطريقه. غادي نبدا في الاول نخلط اللوز هو والسكر سنيده وندوزهم في الخلاط حتى كنحصل على عجينه ديال اللوز اللي كتكون رطبه وملسه. غادي نوليو نضيفوا عليها المقادير الاخرى من بعد. هانتوما كتشوفوا معايا العجينه ديال اللوز كتجي هكذا معلكه. باش غادي نزيدو نعلكوها اكثر غادي نضيفوا لها واحد المعلقه زبده. غادي نخدموها مع القشره ديال الحامض بزيد، كندلكوها مليح باش يلا كيطلق داك القشره ديال الحامض كتطلق الزيت ديالها وكتنسم لينا العجينه ديال اللوز. صافي دابا غادي نولي نضيف المقادير الاخرى اللي هي الملحه، البيض، الدقيق والخميره ديال الحلوه. هنا بعد ما جمعنا العجينه بداك المقادير كامله هي اللي ضفنا لها كنكوروها تندوزوها في السكر الثقيل ومن بعد تنفلحوها اولا كنرشموها باش كنجيو عاطين لها هذا النظر بحال هكذا. غادي ندخلها للفران طيب يتحمر شي شويه ونخرجها نخليها حتى تبرد عاد نزولوها من اللاطه.